اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده هقدم لكم طريقه عمل سلطه الكول سلو بطريقه سهله جدا وبسيطه. عندي كرنب متقطع قطع صغيره، وعندي جزر مبشور، نص كوبايه من اللبن، 3 معالق كبار من السكر، ونص كوبايه مايونيز. هحضر عندي بوله هبتدي انزل فيها بنص كوبايه اللبن مع نص كوبايه من المايونيز، في حدود 5 معالق كبار من المايونيز، و3 معالق كبار من السكر. هبتدي اقلب المكونات دي كلها مع بعضها لحد ما تختلط بالشكل ده. سلطة الكولسلو دي بتبقى حلوة قوي جنب المشويات، جنب المقليات، بجد بتبقى طعمها حلو قوي. هجيب عندي بقى الكرنب، انا مقطعاه قطع رفيعة زي ما انت شايفة بالشكل ده، والجزر عندي مبشور في حدود جزرتين. هبتدي اقلب بقى المكونات دي مع بعضها لحد ما تشرب من التتبيلة بتاعتها. اهم حاجة السلطة دي تعمليها قبل ما تقدميها بيوم كامل، تسيبها في التلاجة. كل ما تقعد في الصوص بتاعها بيبقى طعمها حلو قوي زي ما انت شايفة بالشكل ده. هتقدميها بجد طعمها بيبقى روعة. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، ومكوناتها بسيطة خالص. تحتفظي بيها عندك في التلاجة في علبة بلاستيك زي دي كده، وتطلعيها وقت ما تحبي. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وألف هنا وشفا. السلام عليكم.